معدل ذكائه اعلى من اينشتاين من 50 ل 100 نقطه، ولقبوه باذكى رجل على كوكب الارض. كان ممكن يبقى اعظم عبقري في التاريخ، بس الدنيا قالت له لا. اب وام اكاديميين يهود ومهاجرين من اوكرانيا خلفوا ويليام جيمس سايدس، واتولد سنه 1889 لاب دكتور نفسي معقد شويه، وما كانش بيلعب مع ابنه كوره، ده كان بيناقشه في علم النفس. وامه دكتوره كانت بتقرا له اساطير يونانيه قبل النوم. تخيل كده طفل بيسمع عن هيراكل وزيوس بدل ما يسمع التوت توت قطر سخنتوت. الطفل ده لما كان عنده سنه ونص كان بيقرا نيويورك تايمز، ولما كان عنده 5 سنين كان بيكتب شعر فرنساوي، 6 سنين بيتكلم 8 لغات منهم التركي والعبري واللاتيني، ده كمان اخترع لغه جديده. ولما كان عنده 9 سنين هارفرد ما رضتش تاخده، لكن لما كان عنده 11 سنه دخل هارفرد رسميا وبقى اصغر طالب في تاريخ الجامعه. درس بقى رياضيات متقدمه، ابتكر جداول لوغاريتميه. 16 سنه اتخرج بامتياز سنه 1914، ولكن الدنيا اخذت منحنى تاني خالص. ويليام فشل اجتماعيا بس بدرجه عبقريه برضه، ما كانش بيعرف يتكلم مع الناس عادي، واتحبس مره عشان شارك في مظاهره، فابوه حبسه في مصحه عقليه بدل ما يدخل السجن. جرب يشتغل مدرس، فالطلاب سابوا الماده وسابوا الرياضيات وسابوا الجامعه كلها، فقرر يهرب من الشهره واشتغل حاجات بسيطه زي كاتب، عامل مكنه، محاسب فواتير، كاشير. يعني العبقري اللي كان ممكن يحل مشاكل العالم كان بيحسب فواتير. كان بيكتب كتب علميه في الانثروبولوجيا والفلك وعلم الكونيات، وكان بيذاكر تاريخ القبائل الامريكيه وتاريخ المواصلات. لا وكمان كان بيحب يجمع تذاكر المترو في بوسطن ونيويورك. ولكن الصحافه ما كانتش سايباه في حاله، كل شويه تكتب مقالات تسخر منه، العبقري اللي فشل، اذكى طفل وافشل راجل. وده خلى حالته النفسيه تسوء اكتر واكتر. سنه 1944 ويليام مات عنده 46 سنه بسبب نزيف في المخ، نفس المرض اللي اخذ ابوه كمان، ومات في بوسطن بعيد عن كل الزحمه اللي كان بيهرب منها. فمنشن بقى صاحبك العبقري وقول له تعالى شوف مصيرك يا حبيبي.